كان هنالك 4 طلائب جامعيين قضوا ليلتهم في الاحتفال والمرح ولم يستعدوا لامتحانهم الذي تقرر عقده في اليوم التالي. وفي الصباح اتفق 4 على خطة ذكية. قاموا بتلطيخ أنفسهم بالوحل واتجهوا مباشرة إلى عميد كليتهم، فأخبروه أنهم ذهبوا لحضور حفل زفاف بالأمس، وفي طريق عودتهم انفجر أحد إطارات سيارتهم واضطروا نتيجة لذلك لدفع السيارة طول الطريق. ولهذا السبب فهم ليسوا في وضع مناسب يسمح لهم بخوض الاختبار. فكر العميد لبضعة دقائق ثم أخبرهم أنه سيؤجل امتحانهم ل3 أيام. فشكره الطلاب ال4 ووعدوه بالتحضير الجيد للاختبار. وفي الموعد المقرر للاختبار جاءوا إلى قاعة الامتحان، فأخبرهم العميد أنه ونظرا لهذا الظرف الخاص سيتم وضع كل طالب في قاعة منفصلة، ولم يرفض أي منهم ذلك، فقد كانوا مستعدين جيدا. كان الامتحان يشتمل على سؤالين فقط. السؤال الأول: ما هو اسمك؟ علامة واحدة. السؤال الثاني: أي إطارات السيارة انفجر يوم حفل الزفاف؟ 99 علامة. العبرة المستفادة من القصة: إن كان الكذب ينجي فالصدق أنجى. تحمل مسؤولية أفعالك وأقوالك، وإلا ستتعلم درسا قاسيا.